فضيحة الدعم. ماكينة خبز مدعم تعمل سرًا بمخبز فاخر. في إطار جهود الدولة لمكافحة التلاعب بالدعم، قادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملة مفاجئة كشفت عن مخالفات جسيمة تهدد قوت المواطنين. شاهدوا التفاصيل الكاملة لضبط ماكينة صرف خبز مدعم و286 بطاقة تموينية داخل مخبز سياحي. الإجراءات القانونية تصل للنيابة العامة والغلق الفوري للمخبز المخالف. متابعين الكرام، ضربة موجعة جديدة يوجهها التموين لمحاولات التلاعب بالدعم في محافظة دمياط. هذه المرة تم الكشف عن شبكة لاستغلال الدعم بطريقة غير قانونية داخل أحد المخابز السياحية الحرة. تفاصيل الحملة والصدمة. بتوجيهات مباشرة من وزير التموين ومحافظ دمياط، قاد وكيل وزارة التموين مجدي عبد الكريم عامر يرافقه مدير الحوكمة ورجال الضبط القضائي جولة مسائية مفاجئة على مخابز المدينة. كانت المفاجأة صادمة. أسفرت الحملة عن ضبط ماكينة صرف خبز بلدي مدعم خاصة بأحد المخابز البلدية، وهي تعمل سرًا داخل مخبز سياحي. الأكثر خطورة هو ضبط عدد هائل من البطاقات التموينية الذكية بلغ عددها 286 بطاقة داخل المخبز السياحي ذاته، في مخالفة صريحة وواضحة للقانون. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم أيضا في المكان. الإجراءات الرادعة. تم التحرك الفوري ضد هذه المخالفات الجسيمة. تم التحفظ على ماكينة الخبز وجميع البطاقات التموينية المضبوطة وكمية الدقيق المدعم. على الفور تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكيل وزارة التموين أكد أن الإجراءات ستكون رادعة، وتشمل الغلق الفوري للمخبز صاحب الماكينة التي ضبطت، مشدداً على سياسة عدم التهاون مع أي محاولة للمساس بحقوق المواطنين. ختاماً، جدد وكيل وزارة التموين مناشدته للمواطنين، مطالباً إياهم بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى المخابز أو البدالين نهائياً حفاظاً على حقوقهم وحتى لا يتعرضوا لإيقاف أو إلغاء بطاقاتهم. ودعا المواطنين الشرفاء للتعاون والإبلاغ عن أي وقائع فساد لحماية الدعم.